السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. الاولاد زهقانين وعشان نسيبهم للتلفزيون ما ينفعش نخرجهم كل يوم. هنجيب منين وقت وفلوس ومجهود؟ شوفي هتلعبيهم بايه. النهارده هنعمل لهم صلصال من البيت بخامات سهله جدا جدا وموفره وبسيطه وكمان امن عليهم. لو عندك طفل شقي وعايز يلعب واكل حته منه مش هيضره، لان هي تعتبر عجينه ملح، فهي عجينه مفيهاش اي ضرر على الاطفال، سواء الوان سواء طعم سواء نكهه سواء خامات مصنوعه منها. هنبدا كده، هنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف بقى الجمال ده هنعمله ازاي. هعمل لك كل الالوان والاشكال وانتي اختاري براحتك واعملي من بيتك اللي انتي عايزه تعمليه. مكونات سهله وبسيطه خالص. عندي هنا كوبايه خل قدها، كوبايه ميه قدها، كوبايتين دقيق، معلقه ملح كبيره، معلقه زيت، نص ليمونه. بالالوان احنا هنستخدم النهارده معظمها الوان طبيعيه في البيت مفيش منها اي ضرر. هنا عشان اعمل لون اصفر هستخدم الكركم، عشان تعملي لون احمر استخدمي كركديه، عشان تعملي الوان مختلفه ممكن تستخدمي الوان الطعام زي ما هنعمل النهارده. طريقة اسهل ما يكون، احنا هنخلط المكونات كلها مع بعض في طاسة وبعدين ارفعها على النار. هنرفعها على النار مع التحريك المستمر لحد ما تستوي معايا. ليه لازم نسويها على النار؟ عشان تعيش معايا فترة طويلة وتكون ما بتلزقش في ايدين الولاد، ودي فايدة الزيت عندي هنا واقدر استخدمها. انا العجينه دي بيفضل اولادي يستخدموها طريه واحتفظ بيها لمده شهر في اكياس بلاستيك، بتفضل طريه وجميله جدا. طبعا المشكله اللي بتواجهنا مع الصلصال اللي احنا بنشتريه من بره، غير طبعا ان هو مضر وفي مواد مسرطنه وفي الوان غير طبيعيه، ان هو بينشف بسرعه جدا، يعني ما اقدرش استخدمه مره واثنين وثلاثه. انما الصلصال البيتي لا، جميل جدا والوانه مبهجه قوي، اقدر استخدمه بدل المره 100 مره، اقدر ادمج الالوان مع بعض واطلع بلون جديد. اقدر كمان عندي هنا احتفظ بيه طري ولين، ممكن في التلاجة ممكن في كيس عادي من غير تلاجة، بيفضل موجود عندي شهر، اكتر من شهر. عشان نعمل بقى لون احمر طبيعي انا هغلي حبة كركديه في مية وهاخد اللون بتاعها. لما هاخد كوباية من اللون الاحمر الكركديه يبقى هضيف معاه كوباية خل، ونفس المقادير كوبايتين دقيق، كوباية خل، كوباية مية، نص ليمونة، معلقة ملح ومعلقة زيت. انا المقادير كلها هكتبها في صندوق الوصف وممكن تاخديها سكرين. وهنطبق نفس الخطوات اللي عملناها مع الصلصال الاصفر عشان نطلع عندي الصلصال الاحمر. ونرفعه على النار بنفس الطريقة لحد ما يستوي معانا، بنديه دقيقتين على نار متوسطة. ونسيبه لحد ما يبرد وبعدين هنعمل اللون التاني. هنا هستخدم للون الاخضر لون طعام. لون الطعام هنزل منه نقطتين في كوباية المية واقلبها مع المية، وبعدين اضيف كوباية الخل واضيف باقي المكونات عشان اعمل اللون الاخضر. طبعا ليكي مطلق الحرية ان اللون تخليه غامق، اللون تخليه فاتح، الدرجة اللي انت تحبيها. نرفعه على النار بنفس الطريقة. بقى انا بنتي كانت عايزه لون بنفسجي وما عنديش في الوان الطعام هنا لون بنفسجي، ينفع استخدم حاجه تانية؟ استخدمت علب البويه، الالوان الصغيره جدا ما بتبقاش مضره ولا بتطلع في الايد. طبعا لو انت حابه تستعملي الالوان الطبيعيه ده شيء جميل جدا، وحتى هنا لو اضطرينا ان احنا نستخدم الوان صناعيه ما بتضرش ابدا وما بتطلعش في الايد ومبقاش ليها اي اثار جانبيه. مهم هنا ان احنا بندوب اللون في المية وبعدين بنضيف الخل وبنضيف بقية المكونات. شايفين الالوان قد ايه مبهجة وجميلة وهتعجب الولاد جدا؟ هتخسري كتير جدا لو مجربتيش الطريقة بتاعتي. تخليهم يلعبوا ويقعدوا وقت طويل جدا يلعبوا بالالوان دي، ويستخدموا اي مقصات عندك، اي اشكال صغيره يقطعوا بيها ويلعبوا براحتهم طول اليوم، وتقدري تحتفظي بيه اكتر من شهر عندك في التلاجة او حتى بره التلاجة.
شايفين مدى ليونة الصلصال؟ طري جدا وجميل جدا وآمن جدا على الأطفال، وبكده يبقى أنا لقيت لهم حاجة يلعبوا بيها لوقت طويل جدا، يوفروا عليا وقت ومجهود. شايفين مدى ليونة العجينة وازاي هي طرية وسهلة جدا في التشكيل. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.